كمشجعين النادي الاهلي فضلنا قاعدين 90 يوم مستنيين نشوف الاهلي. احنا ما كناش فاهمين سر التكتم بتاع الكابتن حسين عموته حوالين عدم اذاعه ماتشات الاهلي الوديه. امبارح طبعا في ماتش برشلونه كلنا فهمنا السبب. لو كنا شفنا اي ماتش من الماتشات دي كان الكابتن حسين ما كملش مع الاهلي. هنا بقى السؤال، هل يا كابتن حسين احنا نستعد نفسيا كجمهور الاهلي ان هو ده هيبقى شكل الاهلي الموسم الجاي؟ انا معاكم ان ماتش برشلونه مش مقياس، وبالذات ان هو في الكامب نو بين جمهورهم، لكن هل انتوا راضيين عن اداء الاهلي؟ انا اول مره اتفرج على الاهلي بالسلبيه دي. عارف انت، هم ضربونا بس احنا شتمناهم، احنا حتى ما شتمناهمش. انا ما شفتش في الماتش كله غير كورتين، الكوره بتاعت بن شرقي ال1 2 اللي طلعها بره، والكوره اللي جت جون بسم الله ما شاء الله الكابتن زيزو اخيرا يعني حط حاجه. هل يا كابتن انت شايف ان ده هو التشكيل الامثل للنادي الاهلي في الموسم الجاي؟ انا يا جماعه استنى كومنتاتكم. انا بصراحه امبارح كنت محبط جدا. الحاجه الوحيده الجميله البرايت سايد في الماتش ان ابننا حمزه تالق وحط جون في الاهلي. انا اظن ان ده المره الوحيده اللي مشجعين الاهلي يقوموا يسقفوا ويتبسطوا ان جون يخش فيهم. انا مستني ارائكم في الكومنتات. ايه رايكم يا جماعه في الكابتن حسين وفي التشكيل اللي اختاره وفي اداء الاهلي في الملعب؟